السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي اللي متابعيني عاملين ايه؟ سنة وانتم طيبين. احنا النهاردة هنعمل طريقة عمل البسكوت. طريقة سهلة وجميلة. احنا معانا هنا نشادر، معانا هنا ريحة البرتقال بتجيبيها من عند العطار، ومعانا رشة من الفانيليا من البيكنج باودر، ومعانا 2 من البيض ودرجة حرارة المطبخ. ما تحطوش في التلاجة وتستخدميه على طول، لازم تطلعيه بره. ومعانا هنا شوية لبن صغيرين جدا هنحط فيهم معلقة النشادر، ومعانا هنا المج سكر بودرة، ومعانا هنا مج سمنة، وهناخد كمان لسه مج من السمنة، نص مج من السمنة يبقى 1.5. بس انا عشان ما اوسخش مج تاني وكده هوريكم هعمل ايه. دلوقتي هننزل بالسمنة بتاعتنا. اي سمنة عندك اشتغلي عادي، سمنة زبدة، سمنة بلدي، سمنة اي حاجة ماشي. معايا هنا سمنة هي هاخد برضه نص المج عشان ما كده اهو بفضي بس كده. وهيبقى كده ايه، بصوا المعيار بتاعنا يبقى مج ونص ايه من السمنة على كيلو الدقيق. وهتنزل دلوقتي، ممكن تضربوهم بمضرب كهرباء، ممكن تضربوهم يدوي، مفيش مشكلة، مضرب يدوي او بالكهرباء، بس انا هفضل ان انا هعمل بايديا. انزل بالمج السكر، المعيار بتاعك يبقى هو المعيار اللي انت عيرتي بيه السمنة وكل حاجة زي ما انت شايفة كده. هو ايديكي بقى تفضل تلف. هنحط نشادر مش كتير قوي، انتوا شايفين كده اهو ماشي. ناخد سنة صغيرة كمان ماشي على كيلو الدقيق. مش بناخد نشادر كتير يا جماعة، خدنا معلقة كبيرة. هنتعامل زي ما احنا وشغالين ايدينا تلف ايه كده، جميل جدا. هننزل بالاتنين البيض بتوعنا بكل سهولة كده معانا. طالما حطينا بيض نحط رشة ايه، سهل جميل. واضرب معانا ريحة البرتقال. هتحطي ايه يعني المية العطار يديها لك هتحطها كلها. نعمل ايه تاني يا ام علي؟ مثلا وانتوا طيبين. ندخل اللبن بالنشادر بتاعنا كده ماشي، كله جميل، كله تحفة. الدقيق بتاعنا، الكيلو الدقيق بتاعنا هننزل بيه كده اهوت. وايه تاني، رشة البيكنج باودر ماشي. متقليش الباكو كله، هتسيبي منه حبة بس كده ماشي. واضرب برضو ايه، نلف هيبدأ نلمه معانا زي ما شايفين. وهنعمل اللهم صل على سيدنا محمد. شوية اللبن بالنشادر بتوعنا هيلموا معانا الموضوع كله. عملنا احلى بسكوت في ثانية، خد معانا وقت ولا خد معانا مجهود حتى. اللبن بتاعنا بالنشادر بصوا يا جماعه. طبعا البسكوت بتاعنا يعني هي كده نحسها ان هي لسه ايه، عايزه حبه حاجه تلمها. نجيب شويه لبن تانيين، ميه، اي حاجه ماشي. انا طبعا حطيت معاكم شويه بالنشادر، اذا احتجت رشه تانية وخد عشان تعرفي ايه ان انا ما قلتش حاجه ما قلتهاش، لا انا بكمل برضو معاكم اهو عشان تعجنها صح ماشي. خدنا حبه اللبن كلها اهم، حطينا حبه زيهم قبل كده عشان تبقوا عارفين ماشي. كده خلاص اهوت. هنروح على المكنه بقى ونوريكم هنشتغل ازاي. يا سلام يا ام علي، والبسكوت نازل من المكنه كده. كل سنه وانتم طيبين وغيره زي ما انتم شايفين. البسكوت بتاعنا كله حركات وتكات حلوه كده. طبعا يا جماعه شايفين ان انا قاعده اهوت، حطيت بدل ما اقف عملت بتاع المكنه على الطبليه كده اهوت، وزي ما انتم شايفين وقعدت في الارض كده اهوت على الطبليه وشغاله وغيره اهوت. انتوا شايفين تقطعي كده اهوت وتكون عجينتك زي ما انا وريتك. محتاجه ميه تديها، محتاجه لبن تديها عشان البسكوته تطلع معاكي مظبوطه ما شاء الله. بصوا شغاله بايد واحده، يعني ايد شغاله على المكنه وايد بتقطع وتحط في الصاج وشغاله. الله ينور ما شاء الله. مولعه الفرن جنبي ولا عالي ولا واطي، في النار المظبوطه كده في النص على الشبكه، وتسويه على نار هاديه ماشي، وبيطلع بسكوت تحفه. طبعا انتوا شايفين الكيلو الدقيق فرد معانا، البسكوت بتاعنا بقى يعني فرد ما شاء الله قد ايه, بكل حركات وتكات وحاجات حلوه كده. كل سنه وانتم طيبين. واقول لكم ما تنسوش اللايك والاشتراك. بصوا تعالوا نشوفوا معانا واحده كده ما شاء الله. بصوا البسكوت دايب دوب كده، مش قادره اقول لكم يعني على حلاوته بصراحه.
بصوا حاجة جميلة كده، بصي يعني اللمسات اقول لكم روعة روعة يعني ما شاء الله. حبة بسكوت يستاهلوا بقكم الجميل. بصوا البسكوتة، بصوا قلبها ما شاء الله، ماشي ومش خشن، حلو قوي، عملته جميلة جدا. وما شاء الله حلو يعني. كل سنة وانتم طيبين، ما تنسونيش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم منه كل جديد. وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.